أنا قاعد دلوقتي بافكر في فترة عدت عليا مش سهلة، كان صوتي مليان تمرد، ونظرتي كان كلها تحدي وغضب، واحتمال تبقى هناك بتسمعني دلوقتي وبتفكر في نفسك وأنت مراهق، أو بتفكر في ابنك اللي كل مرة يزعق لك يقول لك أنت مش فاهمني، دي حاجة تزهق، وكلام كتير قوي مش هقدر أقوله عشان الرقابة. لو أنت بتسمعني دلوقتي كأب وبتسمع الكلمة دي من ابنك وبنتك بتاع أنت مش فاهمني، في سؤال واحد هيربطنا النهارده. المراهقة دي هي مواجهة ولا فرصة؟ ايه اللي بيحصل في مرحلة المراهقة؟ واحد، بيحصل تغيرات جسدية في شكل الولد وفي شكل البنت، بيكبروا، بيطولوا، بيبدأ يظهر لهم شعر في أماكن مختلفة، بتبدأ المناطق التناسلية تكبر وشكلها يتغير، ويبدأ يبقى عندهم علامات زي خشونة الصوت لو هم ذكور أو نعومة الصوت لو كانوا إناث، ويبدأ عندهم يتغير شكلهم ويتعرفوا على شكلهم من جديد. وللأسف الوقت ده بيكون صعب عليهم جدا، لأنه الصورة المعتادة اللي كانوا بيشوفوها في المراية ليهم بتتغير. تاني حاجة، النفسية بتبدأ تغلي شوية، يعني يحصل عندنا مشكلات في تنظيم المشاعر، لسه المنطقة اللي موجودة جوه القشرة المخية لم تنضج بالشكل الكافي، وبالتالي تلاقي بيتعصبوا بسرعة، بيخافوا بسرعة، بيتقمصوا بسرعة. اد اون هرمونات فايرة، تستوستيرون طالع مخلي صوته عالي جدا وعنيف وبدأ يزعق ويجعر وانت مش عاجبك الكلام. هرمونات الأنوثة زي الاستروجين والبروجستيرون والبيريد بدأت تطلع، في عياط من غير داعي أو بيبقى في داعي عندهن ولكن مش عارفين يعبروا عنه نتيجة مشاكل تنظيم المشاعر. ويبقى عندهم الأسئلة الوجودية بتاعت أنا مين؟ أنا عاوز أبقى إيه؟ هو أنا شبه بابا ولا شبه ماما ولا هما الاتنين وحشين ولا أنا عاوز أبقى شبه حد تالت خالص معرفوش؟ ودي المرحلة اللي سماها إريك إريكسون مرحلة الهوية مقابل غموض الدور، انه ابنك يبدأ يقلد نماذج مختلفة علشان يقول انا ده، انا اقرب شكل ده. وهنا دور الاب بيكون في قدر من التحدي، انه مش المفروض يفرض عليه حاجة، ولكن دوره انه يوجهه بادوات لاكتشاف ذاته بشكل اكثر فاعلية. عشان كده بنقول عليها دي المواجهة الكبرى ما بين انه احلامك تتحطم على صخرة ان الولد مش عاوز يبقى شبهك. الاب هنا عاوز يحافظ على ابنه او بنته، عاوز يسيطر عليه او يحميه اللي هو من صميم دوره لو كنا فاكرين حلقة صراع الادوار. طب الابن او البنت عاوز الحرية، عاوز يجرب، عاوز يغلط، عاوز يستقل عشان يحدد هويته ويعرف انا مين. ايه النتيجة اللي بتحصل من ده؟ انه يحصل صدام، الولد يقول انتوا مش فاهميني او البنت تقول انتوا مش فاهميني، والاب يقول له يا ابني انا خايف عليك، اصلا انت ما بتعرفش حاجه ومش عارف الدنيا فيها ايه. ويمكن دلوقتي تكون سامعني وفاكر خناقه كبيره جدا حصلت مع ابوك، او فاكر موقف كنت محتاج فيه حاجه مختلفه، موقف كنت محتاج فيه تصرف مختلف. خناقات كتير بقى، لبست ايه ما لبستش ايه، راجعه البيت امتى، خارج مع مين، فلانه مش عجباني، ده هي اللي مبوظاك، انت بتشرب سجاير ولا حاجه تانية، وحاجات تانية كتير سلبيه بتتميز بيها المرحله دي. وبالتالي محتاجين نعرف او نجاوب على ما هي احتياجات المراهق من الاب. اول حاجه ابنك او بنتك بيحتاجها كأب في السن ده الاحترام، وانك تتعامل معاه على انه شخص بالغ، يعني سنه من سنك، ما ينفعش تتعامل معاه بالصح والغلط بتاع زمان اللي كنت بتعمله له وتبص له كده وتقوم مبرق له فيرجع في كلامه. محتاج المراهق يكون عنده مساحة للتجربة والخطأ، وده التحدي الكبير، انك تبقى شايف ابنك او بنتك هيعمل حاجة انت عارف انها مش صح وهتلسعه وتسيبه، طالما انه قادر يتحمل تبعيات هذا الخطأ، وطالما انه هذا الشيء في دايرة القيم اللي بيتبناها البيت اللي عايش فيه. تالت حاجة محتاجها ابنك او بنتك الحوار، communication، بدل ما تقول له اعمل وما تعملش نتناقش. واكيد محتاج الدعم العاطفي غير المشروط، انا بحبك ايا كان سلوكك ايه، انا بحترمك ايا كان التصرف والمصيبة اللي عملتها ايه، وعارف انه ده صعب. وعشان كده بنقول ده تحدي للابهات، انه يبقى عارف انه ابنه خرج عن المألوف
واحتمال من دايرة قيمه، شايفه مخطئ أو شايفه عاق عاصي، مش عاوز أقول يعني عبارات رنانة، لكن هو في الآخر ابنه وبيحبه وقادر يعمل له تصديق على مشاعره. في دراسة اتعملت سنة 2013 بتقول إن المراهقين اللي أبهاتهم بيحترموهم وبيدوهم فرصة ياخدوا قرارات صغيرة بيكون في بلوغهم أكثر قدرة وأعلى انتظاما في اتخاذ القرارات الكبيرة فيما بعد، اللي هم بيتكلموا عليها إن هم بيتصرفوا بالعقل الحكيم. هنقعد نفكر مع بعض كده احنا بنربي عيالنا ازاي. ده يمشي مع الأطفال ويمشي مع المراهقين، بس ليه هتكلم عليه دلوقتي؟ لأنه التحدي الأكبر بيكون مع المراهقين. في عندنا 4 أنظمة تربوية بنستخدمهم مع تربية أولادنا. 1، النظام السلطوي، اللي هو إيه؟ هي كلمة واحدة ومفيش نقاش، اعمل وما تعملش. وعادة لو استخدمت هذه الطريقة مع ابنك في سن المراهقة هيكون بيؤدي إلى إنه بيتمرد، بيكذب، وبيعمل كل الموبقات من وراك، لأنه مفيش تواصل بينك رايح جاي. في بقى النموذج المعاكس تماما، اللي بيكون فيه حب كتير وما فيهوش قواعد خالص. النموذج السلطوي بيكون فيه قواعد كتير وغالبا الحب فيه على الحد الادنى. ايه النموذج المتساهل ده؟ اعمل اللي انت عاوزه، مفيش اي قواعد، مفيش اي حاجه انا بطلبها منك. فبيكون اللي بيحصل انه المراهق بيحس انه غير مهم، مفيش حد بيبص عليه، ويبدا يجرب بقى ويختار ويشوف ويكون هويته بالطريقه الصعبه، وده ممكن يؤدي الى الايدنتيتي ديفيوجن او ضياع الهويه. في كمان النوع اللي بنقول عليه uninvolved او يعني الغير مشارك في التربيه. ده بقى مش موجود، يعني مش موجود بقرار انه انا يعني خلفت بدري فانا مش عاوز ابقى موجود اصلا، مشغول بالشغل 24 ساعه ومش مهتم. وده بيكون لا فيه قواعد ولا فيه محبه، او عشان ما اكونش بظلم الاهالي، المحبه والقواعد على الحد الادنى. تمام؟ ممكن يبقى الاب عنده مثلا كانسر، توفى، مش موجود. طيب بيكون غير مشارك في التربيه، فبيحصل ضياع في هويه الطفل شبه النظام المتساهل. المراهق هنا يبدا يتعلق بناس اخرى علشان يبقى عنده هويه، وهنا حجم الخطر بيكون كبير شويتين. اخر اسلوب تربوي هو الاسلوب المتوازن، اللي بيكون فيه قواعد واضحه، حوار، مرونه، والابحاث بتؤكد انه ده افضل نتائج التربيه النفسيه. في دراسة اتعملت في جامعة مينسوتا سنة 2001 بتقول إنه الأب المتوازن أو اللي بيستخدم النموذج التربوي المتوازن لقوا إن ولاده عندهم أقل معدلات الاكتئاب وأقل تمردا بالنسبة للمراهقين اللي في نفس سنهم. دايما الثقافة ليها دور. في ثقافتنا العربية عادة الأب بيبقى عاوز يسيطر، لأنه بيبقى شايف إن الموضوع له علاقة بسمعة العيلة، وإنه أنا لو ما حميتش ابني هبقى أب غير كفء. الدنيا في الغرب مختلفة شوية، بيبقى فيها استقلالية من بدري، وأنا في وجهة نظري إنه لا ده حلو ولا ده حلو. التحدي زي إنك تبقى في طريق في الوسط، تحافظ على القيم وتسيب مساحة التجربة والخطأ. مثلا لو عندك بنت عاوزة ترجع، أو عندك أب عاوز يرجع بنته الساعة 7 بالليل، أظن في التوقيت ده في سنة 2025 مش منطقي. على الناحية التانية هي عاوزة ترجع مع أصحابها الساعة 12 واحدة بالليل، وعلى العادات والتقاليد والثقافة اللي احنا فيها احتمال ده كمان يطلع مش منطقي. لو في مساحة حوار ممكن البنت دي ترجع 9 10 بالليل، هو اداها مساحة من الثقة وهي اديته مساحة من الاحترام. فالأب بيكون قدوة للمراهق. المراهق مش هيسمع الكلام، المراهق بيسمع الأفعال، يعني هيشوفك بتتصرف ازاي ويقلدك. فلو انت بتتعصب او بتقول كلام متناقض هيبقى بيعمل زيك، هيقلدك. لو انت بتعترف بغلطك وبتعبر عن مشاعرك وبتقولها، هو كمان هيتعلم يبقى زيك ناضج ومسؤول. في ادوات عمليه للابهات يقدروا يتعاملوا بيها مع المراهقين، زي ان يكون في وقت للحوار يومي من غير احكام. نبدا نشارك المراهق في اهتماماته، الرياضه، الموسيقى، الجيم، حتى لو مش على هواك، حتى لو شايف انها ضد الفاليوز بتاعتك. مش لازم تعمل حاجه ضد، بس على الاقل ينفع تسمع منه رايه فيها، بيحبها ليه. استخدم جمل اولها انا، بدل ما تقول له انت غلطان، انت وحش، انت مهمل، قول له انا خايف عليك، انا بحبك، انا واثق فيك. دايما ابدا من عندك. تالت حاجه الاعتراف.
يعني مش لازم تبقى الاب اللي عارف كل حاجه. اكتر جمله بتزعجني اللي دايما الابهات يقولوها: انا كنت الاول على المدرسه، انا كنت اشطر واحد في الفصل. امال مين اللي كان التاني ومين كان التالت ومين اللي كان بيسقط في المدرسه؟ ما في ناس سقطت على فكره. فالمراهقه مش خناقه، مش اب ضد ابن او ضد بنت. احنا محتاجين ناخد المراهقه على انها فرصه انه الاب يقرب ويسمع ويشارك رحله المراهق في التعرف وتكوين هويته. الاب مش لازم يكون كامل زي ما قلنا، لكن محتاج يكون موجود. ودلوقتي كده ارجع لمراهقتك وفكر: ايه اكتر كلمه كنت محتاج تسمعها من ابوك؟ وانت كأب ايه الكلمه اللي نفسك تقولها لابنك في المراهقه ينفع توقف فيها جرح فات؟ شاركونا الاجابات، ابعتوا لنا الريلز بتاعتكم، ولو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك، سبسكرايب وشير.